اللي بيحدث ده شيء من الأشياء اللي تخليك واثق ومتأكد ان المغرب بتتحارب. المغرب عمال على بطال بتتحارب، المغرب بتظلم، المغرب شايفينها كلنا، ولكن مش مستنيين ان احنا نبقى صابرين عليها. لا، في ناس كتير عمالة تحاربها، في ناس كتير عمالة تظلمها، في ناس كتير عمالة تتكلم عنها بالسوء، في ناس كتير شايفة ان هي بتتكلم عنها ولكن مش باين عنها سوء او صفائها او فده كله يخليك تحس ان الظلم اللي المغرب بتظلمه شيء من الاشياء اللي يخليك تصعب عليه. ولكن انا عايزه اقولك ان ربنا موجود، ده اكيد يعني ربنا موجود، وان شاء الله ربنا هيكون في عون الناس دي، لان الناس دي كلنا شايفينها وهي عماله بتحارب على المغرب، في المغرب عماله على بطال. ليه؟ انا مش عارفه. عشان ايه؟ انا مش عارفه. بسبب ايه؟ انا مش عارفه. يا جماعه بالله عليكم بطلوا تيجوا على المغرب، بطلوا تظلموا المغرب، بطلوا تحسوا ان المغرب دي العقده بتاعتكم. ما هو مش هينفع الطريقه دي الصراحه. انا من وجهة نظري شايفه ان الطريقه دي مش هتنفع. يعني انتوا ليه تقعدوا تتكلموا بهذا الطريقه و... وشايفين على طول ان المغرب ظالمه، والمغرب مفتريه، والمغرب بتعمل اشياء من يعني والله انا مش عارفه. مش عارفه المغرب هيفضل يتحارب لحد امتى، انا مش عارفه. ولكن خلينا منتظرين اللي جاي ان شاء الله باذن الله، يكون في تحمل اكتر، ان احنا نستحمل، يبقى في ناس ناجحة عادي جدا، نستحمل، يبقى في ناس متفوقة عادي جدا، مش على طول شايفين الظلم والقهر يا جد. فكلنا نخلي بالنا، لان الموضوع بقى في كمية حرقة الدم الصراحة. بقينا بنقعد نحارب في المغرب عمال على بطال، بنقعد نيجي على المغرب عمال على بطال. كل ده ليه؟ عشان المغرب ناجحة، عشان المغرب متفوقة. والله بجد الله يكون في عون اي حد ناجح. دلوقتي بقى في ناس مخترعة كتير في المغرب، دلوقتي بقى في ناس كل شوية عمالين نشوفها وهي بتكسب وبتفوز وبتكبر. فكل ده فين؟ في المغرب. كل النجاح ده في المغرب. فيعني بصراحة انا بعشق هذا البلد المتطورة الناجحة العالية، اللي ملكها بيشجعها، اللي اعلامها بيشجعها. بس لحد امتى بقى هنفضل شايفين ان ده ظلم؟ انا مش عارفه الصراحه، انا بصراحه مش عارفه. فجماعه بالله عليكم اللي عارفين ومقتنعين،
خلوكوا من جواكم عارفين ان الناس دي مش بتاكل اكلكم ولا حاجة، مش جاية عليكم ولا حاجة، مش عايزة تضللكوا ولا حاجة. خليكوا يا جماعة عارفين ان احنا بالنسبة للمغرب، المغرب عالية وكبيرة